السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. كلنا تابعنا جرعة دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي الأول والدور التمهيدي الثاني. الدور التمهيدي الأول إن شاء الله يبتدي 4 و5 و6 9 والعودة إن شاء الله 11 و12 و13 9. اللي هيلعب في مين؟ هيلعب في الزمالك وبيراميدز ممثلي مصر في أفريقيا، ويلعب في زد ممثلي مصر في الكونفدرالية. أما الأهلي هيلعب من الدور التمهيدي الثاني 32. زد هتلاعب إن شاء الله فريق أساس الجيبوتي، واذا فاز الزد هتلاعب فريق خصم ضئيل جدا عزام يونايتد التنزاني. اما الاهلي هيلعب ان شاء الله الفائز. الاهلي معفي من دور 64 هيلعب من دور 32. الاهلي ان شاء الله يلعب فريق مقديشو سيتي الصومالي او فريق كيتارا الاوغندي. فالاهلي يواجه الفائز من مقديشو سيتي الصومالي او كيتارا الاوغندي. زد هيواجه، ده احنا في الكونفدرالية، زد هيواجه فريق اساس الجيبوتي، واذا فاز زد على اساس ان شاء الله والاهلي يفوز ان شاء الله بيراميدز والزمالك يصعدوا دور مجموعات. اذا فاز زد على اساس الجيبوتي فيواجه فريق عزام يونايتد التنزاني، الفريق الصعب جدا وخصم ثقيل جدا، والكرة في التنزانية اتطورت جدا. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة للزد. ندخل على أفريقيا الزمالك هيواجه فريق سهل في دور 64 سبورت الجيبوتي. إذا الزمالك اتغلب على سبورت الجيبوتي فقدامه عقبة في دور 32، وهي مين؟ وهي الجيش الوطني الرواندي اللي 3 سنين يواجه بيراميدز. طلع بره بيراميدز السنة دي واتخبط في الزمالك. قبل كده طلع الزمالك 2004 2005 من برضه افريقيا. فالزمالك هيواجه مين في دور 64؟ ان الزمالك وبيراميدز مش معفاء، هيلعب من دور 64 3 فقط. المعفين من دور 64 هما مين؟ النهضه والترجي وصن داونز. اما الباقي هيلعب من دور 64. افريقيا عاد 8 معفيين، منهم عزام يونايتد والاهلي والجيش الرواندي والجيش وكمان الجيش الملكي وكمان الرجاء. كتير معفي من دور 32 في افريقيا في الكونفدرالية. افريقيا 3 فقط، جيش النهضة والترجي وصن داونز. الزمالك اذا فاز على فريق سبورت الجيبوتي فهيواجه في دور 32 خصم صعب جدا، ايجلز الكونغولي، وانت عارف الكرة في الكونغو ثقيلة جدا وصعبة جدا والملاعب بايظة هناك. لا فريق الجيش الوطني الرواندي اللي واجه بيراميدز 3 مرات وخرج الزمالك قبل كده، والكرة في رواندا كرة كويسة جدا، والزمالك ان شاء الله يتغلب ويصعد دور مجموعات. بيراميدز هيواجه فريق في دور 32 في دور ان شاء الله 64. ان بيراميدز برضه مش معفي. بيراميدز يواجه جورماهيا الكيني اللي الاهلي واجهها 2023 2024 والاهلي اتغلب عليها 3-0 بره الارض و3-0 جوه الارض. يعني بيراميدز يواجه فريق ثقيل برضه. جورماهيا الكيني معروف في كينيا، معروف في افريقيا. اذا فاز بيراميدز على جورماهيا الكيني هيواجه فريق ان شاء الله هيجان الصومالي. وهيجان الصومالي يعني انت الكرة في الصومال ضعيفة جدا وممكن هي بتحصل مفاجآت. بيراميدز تاخذ الحذر منها وتخشى مواجهات الفرق الصغيرة والضعيفة، لأن لا يوجد ضعيف في أفريقيا. وممكن بيراميدز إن شاء الله والزمالك وزد والأهلي يصعدوا دور مجموعات في الكونفدرالية. ممثل الكونفدرالية يأهل وزد إلى دور مجموعات إن شاء الله، ممثل أفريقيا بيراميدز والزمالك إلى دور مجموعات. طب بيراميدز إذا فازت على فريق جورماهيا الكيني هتواجه الفائز من هيجان الصومالي، ان بيراميدز من معفيه زي ما قلنا، والمريخ بنتو السوداني. فادي الفرق اللي هيواجهها الاهلي والزمالك وبيراميدز وزد. اهلي وزد في الكونفدراليه والزمالك وبيراميدز في افريقيا. انقسام داخل الزمالك حول رحيل نجم الفريق، افضل لاعب في الدوري المصري، افضل صانع العاب، افضل باك، افضل جناح ايمن هو البرازيلي خوان بيزيرا اللي قريب من وصول القاهره لاستعداد الموسم الجديد وانتظام في تدريبات الاهلي الجماعيه. جاء عرض بقيمه 3.5 مليون دولار لاخوان بيزيرا. خوان بيزيرا اتى عرض له من فريق شباب الاهلي الاماراتي بقيمه 3.5 مليون دولار، ولكن الزمالك ما عاوزش يبيع بيزيرا. ليه؟ حتى الزمالك عنده ازمه ماليه وما اشتراش صفقات، فاللاعب الوحيد اللي يعتمد عليه في جناح الايمن وافضل لاعب في الدوري المصري وافضل جناح ايمن في الدوري المصري على حسب كلام جرجس مش هيقدر يفرط فيه. فمكتب الجمال بيعتمد كليا على اخوان بيزيرا. مع مين؟ مع حدي الدباغ وناصر منسي ومحمد شحاته، واللاعيبه دي كلها حكايه في الزمالك وعامله شغل وقصره بزاره جهدها في تدريبات الزمالك في استعداد الموسم الجديد والمعسكر.
وكمان محمود بنتاج اتى له عرض بس شفهي واترفض. فالزمالك مش عاوز يبيع اي نجم من نجومه، انقسم داخل الزمالك او حول رحيل النجم. هل يرحل خوان الفينا بزيرة الى شباب الاهلي الاماراتي ولا لا؟ اذا وقف ضد انتقالات الصيف في القاهره في مصر ممكن يرحل عادي، ان ممكن ما يقفش في الامارات. فكل هذا واكثر نشوفه ان شاء الله خلال ايام وخلال ساعات قليله. هل الزمالك يفكر وياخد خطوه جدا لترحيل البرازيلي الفينا خوان الفينا بزيرة، ولا يقعد بزيرة وما يخلوش يرحل عشان واحد من القوام الاساسي وواحد من افضل اللاعبين في الدوري المصري ومن الزمالك واخوان بزيرة السنه اللي قبل عملوا عظمه مع بعض. اخواننا الفينا بزيرة كانه متربي من عقبه، واحد من افضل اللعيبه في الدوري المصري الممتاز، وكان واحد من افضل القوام في الزمالك، وكان واحد كمان الفينا بزيرة تفضل تتكلم عنه مش هتدي حقه، يعني صنع العاب، مراوغات، اسيستات، شوط من بره 18، كل حاجه كان بيعملها في الكوره. واخوان الفينا بزيرة كان من احد من افضل الاجنحه كان في افريقيا السنه اللي عدت، جاب جون حلو قوي في شباب بلوزداد لكن الغي يعني. فاخوان الفينا بزيرة كان سبب من اسباب فوز الزمالك بالدوري برضه. فاخوان الفينا بزيرة اذا راح عن الزمالك قل مستوى الزمالك كسكواد، ولكن كبر كانه ما حدش يتمرد على الزمالك. اخوان الفينا بزيرة مش بيتمرد على الزمالك طبعا، بس احنا بنقول ايه ان تحسبا. فالزمالك عنده ازمه طاحنه في الزمالك بس اخوان الفينا بزيرة اذا اتى عرض كويس للزمالك تحل الازمه الماليه الطاحنه في الزمالك وسيوله ماليه، الزمالك ياخذ خطوه جدا البيع والانقسام داخل الزمالك حول رحيل البرازيلي الفينا. عبد الله السعيد متاخر عن معسكر الزمالك. عبد الله السعيد لحد دلوقتي ما اتاش معسكر الزمالك، مش بيتمرد. عبد الله السعيد عاوز ياخد قسط من الراحه كبير جدا، ان عبد الله السعيد برضه عامل السن ليه عامل السن ليه برضه الجهد والجري والبدني والحمل البدني. وعبد الله السعيد لاعب كبير يعني وكبير في السن، وعبد الله السعيد كان نجم في الزمالك السنه اللي عدت، خد من افضل اللعيبه برضه على حسب كلام ديرجست. واخر كلام اخر قرار معنا اليوم واخر خبر معنا اليوم هو حسين عموته يرفض رحيل عمر الساعي ويتمسك بوقوع عمر الساعي داخل الاهلي ويديه فرصه اخرى في معسكر اسبانيا، ويرفض برضه رحيل محمد مجدي قفشه ويعطيه فرصه اخرى في معسكر اسبانيا. والاهلي هيلاعب برشلونه على كاس اخوان غامبر. اذا فاز الاهلي يبقى يدخل الموسم الجديد ضرب نار. الموسم الجديد الجوله الاولى رابطه الانديه هتمد على 3 ايام 21 و22 و23 8. فالاهلي ان شاء الله هيلعب يوم 23 8، مفيش تاجيل للجوله الاولى في الدوري المصري الممتاز. والسلام عليكم ورحمه الله.